اتحركت انا واختي الصغيره على واحده من اكبر مدن الملاهي في الشرق الاوسط، هي دريم بارك. واول ما هتوصل هتلاقي القطر الصغير ده اللي هيدخلك للمدينه. وتذاكر الدخول جبناها منوفره ب 283 جنيه الواحد، ولو جبت التذاكر منوفره لازم تعدي على مكتب المبيعات الاول عشان يديك ورقه تروح تبدلها بالتذاكر الحقيقيه. والتذاكر وفرها كانت عباره عن 3 حاجات: واحده تخليك تلعب كل الالعاب اللي جوه المجانيه، واحده تدخلك البيت المقلوب او قلعه دوبي، واحده تدخلك حديقه الحيوان. اول ما حد بيقول مدينه ملاهي اعتقد اول حاجه بتيجي على بالك هي الاصوات دي. واليوم ده كان حر جدا وعشان كده استفتحت بالشلال. ايوه، واللي هناك دي اختي، حاولت اقنعها تلعب الشلال بس ما جاش معاها خالص الصراحه. لا مؤاخذه بقى يا معلم على المقاطعه، انا بس حابب افكرك ان دعمك ليا بلايك واشتراك هيفرق جدا عشان تشوف محتوى اكتر من النوع ده. غسلت كل الحر بتاع اليوم. والمكان اللي رحناه بعد كده هو كان قطر الشروق. بعد كده طلعنا على قرية الأطفال عشان نلعب سفينة نوح. مفروع على شكل ضفدع. طيب ايه المشكلة؟ ايه ده ضفدع حقيقي بجد. المشكلة كلها ان اختي الصغيرة كانت مفكرة ان الضفدع ده جري في المواسير وجه هنا لوحده من غير ما حد يحطه. وبعد كده لعبنا لعبة العربيات، واللعبة دي من أول ما أنا سمعت عن دريم بارك وهي على طول زحمة صغيرين وكبار. وبعد كده رحنا على قطر الظلام. خلصنا قطر الظلام واتحركنا على حديقه الحيوان اللي هناك، ودي كانت اول مره ليا ادخلها في حياتي. مره كانت لسه ما فتحتش، مره تانية الوقت ما قضاش اني اخشها، انبهرت انها معموله على مساحه كبيره وفيها حيوانات متنوعه. وبكده كان يومنا خلص. اتمنى توثيق اليوم يكون عجبك، ولو عندك اي ملاحظات ممكن تسيبها لي في كومنت.